انت السبب يا عبد المحسن. لولا رغيك واللوكلوك بتاعك مع عادل ونوره ما كانوش عرفوا مكان الموقف. انت طبعا محموق على التعليمه اللي اتعلمت عليك، فبتدور على شماعه فما لقيتش غيري. انا ما حدش علم عليا يالا. لا، امي اللي اتعلم عليها وكعت 2 مليون جنيه في شحاته، وامي اللي وثقت في حماده وخدت زومبا. صح؟ هتنرفزني، هقوم ارميك من البلكونه دلوقتي. بقول لك يا فتحي، مش انت لوحدك اللي متوتر، الله يكرمك. انا حماده شافني وانا بقول لك اني رحت لرضوان اشتغله. يعني رضوان دلوقتي زمانه عرف ان انا بحور عليه، ولو كان ناوي ينفخني كده هو على خفيف فدلوقتي مش هيسمي وهو بينفخني. عيل جبان وخواف وعامل زي النسوان. انا مش عارف انا مستحملك على ايه يا اخي. بقول لك يا فتحي، انت سبب في كل حاجه من الاول. انت سبب لما قلت لنا ان احنا نقتل رضوان وكلنا مشينا وراك. انت اللي فتحت علينا باب مش راضي يقفل حتى واحنا بنحاول نزنقه بدورنا. باب تعبنا وباب شقانا اللي خلانا مش عارفين ننام. انت غيرت حياتنا يا فتحي، غيرت حياتنا، خلتنا ناس تانية احنا ما نعرفهاش. فلما تيجي تلوم وبلوم على نفسك يا اخويا. ما خلاص انتوا الاتنين، انتوا هتسيبوا الصدر والورك وتتخانقوا على الاجنحه؟ خليك انت وهو يا عمري في اللي احنا فيه دلوقتي، مش في ابو زمان. ابو زمان لا بياكل ولا بيشرب. احنا قعدتنا زي الولايه دي بصراحه مش عجباني، عاملين زي اللي بيتهم وقع وقاعدين يندبوا. عايزين نفكر يا اخوانا، نفكر.